من الخالق عندكم؟ شفتها على التيك توك هاي وقلت بدي ادور على الشيخ اسأله، لانه كل ما اسأل شخص مسلم بتلبك وبطل يعرف يجاوب. والله شكلك بني ادم فهمان، وخلي بيننا احترام متبادل اذا ممكن. اهلا وسهلا. المهم انا قلت ان انا اخطأت التاريخ 1400. تمام، هذا اخوي اللي انا اخوي اللي كان يحكي، انا هسه عم بحكي معك. عندي سؤال لك، من الخالق بدينكم؟ فضلكم يا اخوة، الحوارات مع النصارى فقط. شوفوا هذا. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما دينك؟ مسيحي. تفضل. يا شيخ، احنا اي تاريخ؟ انت مايش؟ احنا اي تاريخ؟ انت الان باي تاريخ؟ نحن اليوم في 12 رجب. 12 رجب من يا شيخ عندي لك سؤال. 12 رجب 1446. تمام يا شيخ، عندي لك سؤال. من انت، مسلم ولا نصراني انت اللي جنبك؟ مسيحي. انت مسيحي. ايه تفضل. من الخالق عندكم؟ شفتها على التيك توك هاي وقلت بدي ادور على الشيخ اسأله، لانه كل ما اسأل شخص مسلم بتلبك وبطل يعرف يجاوب. والله شكلك بني ادم فهمان، وخلي بيننا احترام متبادل اذا ممكن. اهلا وسهلا. المهم انا قلت ان انا اخطأت التاريخ 1400. تمام، هذا اخوي اللي انا اخوي اللي كان يحكي، انا هسه عم بحكي معك. عندي سؤال لك، من الخالق بدينكم؟ شو رايك اقطع عليك الطريق من البدايه؟ خليني انت حاضر، انا بحب اقطع. المسيح خلق باذن الله. خلصنا. باذن الله. هل الله سيسمح لاحد ان يشاره؟ على فكره انت جاي توقعني انا في الفخ. انت بتعرفش من انا يا جوان ولا شو اسمك؟ بس انت عم تحط لي توقعني انا في الفخ يا ليه تحط لي ميوت؟ خليه ما تحطش. بس شوي اصبر، اهدى شوي. مش انا اللي توقعني. انت مش رح تسمعني، انت اعطيني احكي. انت مش عم تعطيني احكي. هذا دليل انك انت مش عارف حالك شو عم تحكي. اهدى بس. اهدى. حط ميوت. هدي من روعك. تفضل احكي. هدي من روعك. ليش تعصبت انت لما فاجأتك؟ ما فاجأتنيش انت، انا متوقع جوابك. انت مش عم تعطيني اجاوب. طيب ماشي، اهدى بس شوي. اهدى. الذي يخلق بغير إذن الله عز وجل. يعني الله بسمح لحدا يشاركه بالخليقة؟ إيه كما سمح. لا مش شريك بالخليقة. تعال أعطيك مثال. ما بإذن مني. إيش بإذن مني ما سمحش؟ شوي. أنت ليش متعصب؟ أنت ليش معصب نفسك؟ ليش معصب نفسك؟ عشان تفهم. اهدى شوي، واحدة. أولا سؤال بسيط حيحسم الموضوع كله. هل الخالق حين يريد أن يخلق يحتاج إذنا من غيره؟ لا. ممتاز. طيب إذا واحد خلق بإذن غيره، عاجز ولا قادر؟ عيد السؤال. إذا واحد خلق بإذن غيره، عاجز ولا قادر؟ عاجز. أحسن. إذن المسيح عليه السلام عاجز بغير إذن الله له. تمام. لكن إذا الله، خلينا بس واحدة. اهدى يا حبيبي، واحدة حفهمك الموضوع. تمام. أهم شيء ما تعصبش نفسك، وخذ لك سنيكرس. ولا هي مقاطعة؟ لا صح مقاطعة. خلينا نلغي. ولا انتوا اصلا ما عندكم لا مقاطعة ولا شيء. خل واحدة عشان ايش تفهم الموضوع. ممكن تقرأ لي الآية التي تتكلم ان المسيح يخلق؟ اقرأ لي الآية. انا يا شيخ بحكي لك، شفتها على التيك توك وجاي احكي لك. انا مش خوري. انت ما تعرفهاش. انا مش خوري. اسمعني عم بحكي. انا مش خوري. انا مش فهمان بالدين هالقد. شفتها وحبيت اسأل. انت طريقك غلط انك خلاص انا سأجيبك بدون ما تقرأ الآية. بس خلينا. انا سأجيبك. انت قلت انك مش خوري. اصبر خليني اجيبك انا. ما نكتم المايك عشان اتكلم يا شو اسمك انت. عشان نتكلم. اسمع. اولا الآية تقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. تمام.
يعني المسيح لم يخلق طيرا. المسيح ماذا فعل؟ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. طيب متى صار طيرا؟ فيكون طيرا بإذن الله، حين آذن الله صار طيرا، لكن المسيح لم يجعله طيرا. لكان الله بشارك. اصبر علي واهدى يا حبيبي، اصبر، ما خلصتش عشان ما نقطعش الحوار من البداية. ثانيا، أنت لو قرأت سياق الآية ستجد في أول الآية ماذا يقول المسيح؟ ماذا يقول؟ جئتكم بآية من ربكم، أي أن هذه معجزة. يعني لم تكن صفة للمسيح أنه يخلق، لا، هذه معجزة أجراها الله عز وجل لتكون دليلا على نبوته. أضف إلى ذلك أن ليس المسيح وحده من خلق. عندك سيدنا إبراهيم في سورة البقرة دعا 4 طيور إليه فبكلمة منه نفخت فيه الروح. طبعا هو كله بإذن الله، معنى الآية ما ذكرت بإذن الله، ذكرت فقط في سياق المسيح لأنكم أنتم تعبدون المسيح. تمام؟ أيضا سيدنا موسى عليه السلام حين تحولت العصا من عصا إلى ثعبان فيه روح، هذا خلق، لكن معجزة من الله عز وجل. ولم يقل أحد أن موسى عليه السلام خالق أو إبراهيم عليه السلام خالق، إنما هذه معجزات يجريها الله عز وجل على أيدي أنبيائه لتكون دليلا على نبوتهم. ثاني، ما زلت ما خلصتش، لما خلص تتكلم. ولفظة خالق يا جوان، لفظة خالق أطلقت على المسيح وعلى غير المسيح، لأن خالق في اللغة العربية ما معناها؟ الخالق في اللغة العربية يعني الصانع، وكلمة خالق قد تطلق على غير الله، لكن ما هو الشيء الوحيد الذي يطلق على الله؟ الخلق من العدم، لأن الخلق على نوعين، في خلق من العدم وفي خلق باستعانة بشيء. الخلق من العدم لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ما خلق العرش من العدم، خلق السماء والأرض من العدم، خلقها من العدم. هذه الذي فعله المسيح كهيئة الطير بإذن الله وليس بقدرته الذاتية. ثم إن المسيح نفسه مخلوق، كما صرح الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة آل عمران، حين قال الله عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء. السياق الكلام عن من؟ عن المسيح. ولفظة خالق أطلقت على المسيح وعلى غير المسيح. يعني المصور مثلا، النحات الذي ينحت والذي يرسم، في اللغة العربية يطلق عليه خالق. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري، قال يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. يعني أطلق على المصورين خالقين، بس مش خالقين كالله عز وجل، لأن الله وحده يخلق من العدم، هؤلاء ما خلقوا من العدم. كذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومه كما جاء في سورة العنكبوت؟ قال وتخلقون إفكا، يعني تصنعون إفكا. هل يقول أحد أن هؤلاء خالقين كالله؟ لا. الله سبحانه وتعالى لما قال تبارك الله أحسن الخالقين، أي في خالقين ثانيين بمعنى صانعين، نحاتين، رسامين، هذا كل لغة يطلق عليهم خالقين. طيب هل يأذن الله عز وجل لنبي من أنبيائه أن يخلق؟ نعم، أذن لإبراهيم وأذن لموسى وأذن لعيسى عليهم السلام. في كتابك أذن الله لأنبياء أن يحيوا الموتى، بس كله بإذن الله. فهمت ولا لا يا؟ تفضل افتح الصوت. ماشي يا محترم، يعطيك ألف عافية. بس عندي لك سؤال أخير، بس قبل ما السؤال بدي أعطي تعليق. يعني لكل واحد دينه الله بعينه. المسيحيين والإسلام ضل إخوة بالآخر. أنت قاعد تضحك وتقلل احترامك على الديانات الأخرى. أنا ما قللتش أنا ما قللتش احترام، لكن أنا عجبتني تغيير اللهجة. أنت كنت داخل في البداية والع، كنت داخل في البداية والع ونافش ريشك، وكلهم سمعوك. ولما دخل في البداية والع، كنت داخل في البداية والع ونافش ريشك، وكلهم سمعوك. ولما جاءك الرد المفحم صرنا إخوة، فجأة صرنا إخوة. بطل النفاق هذا. كنت داخل كنت حتضرب، أنت داخل
بالله عليكم ما سمعتوه ولا لا يا إخوة؟ كان نافش ريشة ولا لا أول ما دخل؟ لكن طفي لما جاءه الرد المفحم. لو كنت داخل من البداية بهدوء كنا والله أحسننا الظن أن كلامك يعني يدل على صدقك وكذا، لكن تكلمت بهذه الطريقة. كل واحد له دينه، الآن له دينه وأنت داخل على أساس نافش ريشك. لما أفحم قال كل واحد له دينه يا جماعة، كل واحد له دينه، كل واحد له دينه. ليش ما قال هذه من البداية أول ما دخل؟ لا دخل قال أنا عندي سؤال والمسلمين تتلبكوا. شفتوا اللفظة اللي قالها؟ قال كل ما أسأل مسلم يرتبك لما أسأله هذا السؤال. الآن صار المسلم أخوه. ترى أنا شاطر في الترويض، ها انتبه، أنا شاطر في الترويض الحمد لله. إذا في نصراني يريد حوارا يكتب 3. يلا يا إخوانا نشد الهمة في المشاركات، الله يبارك فيكم. جزاك الله خيرا يا أخ همام.